لو هتبدأ تداول ب $100 وعايز أول صفقة تكون ربحانة، في 3 شروط لازم يتحققوا في الصفقة دي. رقم واحد، الصفقة دي تكون كوبي بيست من آخر صفقة أنت عملتها على الحساب التجريبي. يعني وأنت بتتعلم بتفتح حساب تجريبي وبتبتدي تطبق الاستراتيجيات اللي أنت اتعلمتها على الأداة الاستثمارية اللي أنت شغال عليها على الحساب التجريبي. قبل ما تخلص التجربة والتدريب على الحساب التجريبي، اعمل بروفة لأول صفقة هتفتحها فعليا، وليكن على نفس الاداه الاستثماريه اللي انت هتشتغل بيها في الواقع، وتحط نفس نقط الدعم والمقاومه ونفس نقط الدخول ونفس نقط جني الربح والستوب لوس. فبالتالي اخر صفقه عملتها على الحساب التجريبي نجحت معاك بنسبه ربح معينه، وليكن 4% للصفقه، وده اقصى حجم للصفقه. لان انت لو بادئ ب $100 بتحط تيك بروفيت ماكسيموم 40 نقطه ومينيموم 20 نقطه، او الستوب لوس 20 نقطه. يبقى انت الصفقه هتكسب معاك يا $4 يا تخسر $2. ومحدش هنا يقول لي ال 40 نقطه مش ب $4، ب 4 سنت. يبقى هنا بيتكلم على عشر النقطه مش على البيب او النقطه الكامله. نمرة 2، لازم تكون الصفقة دي ولا هي ذهب ولا هي فضة ولا هي بيتكوين ولا هي نفط. الأدوات الاستثمارية دي تحركاتها عنيفة جدا، وراس مالك البسيط مش هيستحمله، وبتكون عايزة خبرة معينة ليك في التداول مش بتكتسبها إلا بعد 6 شهور أو أول سنة من التداول الفعلي. رقم 3، ان انت لازم تكون ملتزم بمبادئ اداره راس المال والمخاطر، وتكون نسبه جني الربح الى وقف الخساره 2 إلى 1. يعني انت لو حاطط 40 نقطه مكسب يبقى معاهم 20 نقطه وقف خساره.